هي الزوجة لو توفاها الله ينفع أهلها يطالبوا بالمنقولات بتاعتها؟ والمنقولات بتاعتها دي هتتقسم طبقا لإيه؟ أولا لو الزوجة توفاها الله أثناء الزواج، وطبعا هم مش متطلقين وعايشين مع بعض، فممكن إن أهلها يطالبوا بقيمة المنقولات بتاعتها، وفي الحالة دي هيقدروا يورثوا فيها. ولكن مين اللي هيورث فيها وإزاي التقسيمة هتتم؟ خلينا ندي مثال بسيط. لو واحدة توفاها الله ومعاها مثلا 3 ولاد وبنتين وزوج، طبعا هي كده متجوزة مفيش مشكلة في حاجة يعني، ومعاها والدتها عايشة مثلا، في الحالة دي كل اللي هيتم ان التركة او الورث هيتقسم على الام والزوج والاطفال الصغار. طيب التقسيم هتبقى ازاي؟ اول حاجة الام هتاخد السدس، الزوج هياخد الربع، والباقي التركه بتاعتها ايا كانت، حتى لو كانت قايمه المنقولات طبعا بما فيها قايمه المنقولات، يعني لو في مثلا عقارات او بتاع والكلام ده كله ممكن برضو هيدخل في التركه بتاعتها، بس لازم تكون ملكيتها الخاصه بيها. فالزوج هياخد الربع، الام هتاخد السدس، الاولاد هياخدوا باقي التركه تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين. دي كل القصه وما فيها. فولو لايك واستنوني في معلومه قانونيه جديده.